رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مساء الفل، معاكم محمد ابو عيسى واهلا بيكم في اخر فيديو في 2023. دلوقتي انا لسه خارج من الشغل حالا، الساعه دلوقتي يعني 10:30 تقريبا. دلوقتي حصل معايا موقف، ده اللي خلاني اعمل فيديو. انا ما كنتش هعمل الفيديو ده اصلا. حصل معايا موقف اتعلمت منه درس تقريبا انا عمري ما انساه في حياتي. لو انت بتقرف شويه يعني بلاش تكمل الفيديو. هو يعني الفيديو مش مقرف قوي يعني، بس هحكي لكم الموقف اللي حصل. بصوا، انا دلوقتي كنت في الشغل شغال عادي وبتاع، وليله راس السنه بقى، والناس كلها زي ما انتم سامعين كده هنا في المانيا طبعا، وبالذات في برلين. يعني ليله راس السنه دي بتبقى دمار. يعني احنا لسه الساعه 10 و يعني اتمنى تكونوا سامعين صوت الضرب. لكن يعني عند بوابه برلين بقى مثلا الساعه 12 دي بتبقى، بصوا الدنيا بتحول نهار من كتر الالوان اللي في السماء. المهم، فالناس كلها بتحتفل وانا الحمد لله في الشغل، ودي حاجه انا راضي بيها جدا ومبسوط، يعني ان الناس كلها بتحتفل وبتاع وانا في شغلي. طيب ايه اللي حصل بقى دلوقتي؟ واحده من المرضى بتوعي او الباتسينت بتوعي، وانا جاي بغير لها على الجرح وبتاع وبنقلها من مكان لمكان. المهم يعني انا جيت ماسكها كده، لقيتها راحت عامله على نفسها المشكله ان كل ده جه عليا، معرفش ازاي. انا فجاه كده لقيت نفسي ميه، فجاه حسيت بسخونه كده في الجزمه الله العظيم. فلقيت مش عارف ايه اللي بيحصل. هو يا نهار، بص كنت اتهالقت المريضه دي، بس يعني ربنا يعافينا. اتضايقت طبعا، ما كنتش طايق نفسي، ودخلت بقى طبعا غيرت هدومي وبتاع. الحمد لله اللي هو كان بهدوم الشغل يعني. ولكن بقى رجاله، الدرس اللي انا اتعلمته وعمري ما هنساه في حياتي هو ان يعني يا ريت ما تزعلوش من الكلمه قوي، ولكن هي الكلمه دي اللي انا اتعلمتها وهي دي اللي جت في دماغي في ساعتها. هو انك لو ما شلتش الخرا، لو ما اكلتش الخرا، لو ما عشتش فيه، يعني بمعنى الكلام اللي هو لو ما عشتش في الحاجات اللي انت ما بتحبهاش، من الاخر مش هتوصل. مش يعني لازم. بص يا معلم، انت لازم تمشي في السكه اللي انت ما بتحبهاش عشان توصل للسكه اللي انت بتحبها، فاهم؟ فعادي جدا في وسط ما كل الناس بتحتفل والناس كلها مبسوطه والناس كلها انت عادي متغرب وبتشتغل وبتذاكر وعندك امتحانات وطالع عينك بص ده عادي. هي يا معلم فتره العشرينات دي شبه الزنبلك، كل ما تضغط قوي كل ما هتكون النطه بتاعتك عاليه، كل ما هتوصل. كل ما تضغط بالراحه هتلاقي النطه بتاعتك برضو هي على مقدار الضغط بتاعك اللي انت ضغطته في الفتره دي، هتبقى هي مقدار النطه بتاعتك. ويعني انت نفسك في الاخر تقول يعني انا وصلت، انا عملت اللي انا كان نفسي اعمله. ولكن ده مش هيحصل الا زي ما قلت لك لو انت شلت او مشيت في الخرا، علشان بعد كده بتحس بطعم العسل، بتحس بالقيمه او بتحس بمقدار او بقيمه الحاجه اللي انت وصلت لها. زي بالظبط اللي اتولد لقى في الحساب بتاعه $1,000,000 ولا $1,000,000 ماشي، هو ده اتولد كده لقى في بقه معلقه دهب. هل هو فرحته زي انت $1,000,000 اللي انت هتوصل لها من تعبك وشقاك؟ هل مثلا الشخص اللي اتولد في المانيا، هل فرحته هتبقى بمقدار فرحتك لما انت توصل مطار المانيا بعد تعب وجهد والكلام ده؟ لا طبعا. فخليك فخور باللي انت بتعمله وما تزعلش وكمل في الخرا علشان توصل. فركز يا معلم في مستواك، وركز في مستقبلك، وركز في دنيتك، واعمل فلوس، واعمل فورمه، واعمل كل اللي انت عايزه. فتره العشرينات زي ما قلت لك هي دي فتره، يعني هي بالظبط زي الزنبلك، كل ما تضغط اكتر كل ما هتنط اعلى بكتير، وكل فعلا ما يعني هتقول لوالدتك بكره تشوف ابنك راح فين. فاتمنى باذن الله ان السنه الجايه تكون سنه سعيده على الكل، واتمنى ان انتوا تحققوا فيها كل اللي بتتمنوه، واتمنى ان انتوا تكونوا سامعيني اصلا. بس يا رجاله، فلو عجبك الفيديو متنساش لايك سبسكرايب علشان اللي جاي جديد، وان شاء الله في فلوجات كتيره قوي جايه فهتعجبكم باذن الله. في نهايه الفيديو سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اشوفكم ان شاء الله في السنه الجديده. كان معكم محمد ابو عيسى وام